واو ماما، شتي لي صايبتي هاد الكاتو باينه فيه بنين وبارد. اييه انا اللي صوبته وسهل في التحضير. Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. بسم الله. كناخذوا واحد البول هكا ديال الدجاج، وكناخذوا هاد لي بسكوي ديال ماريا جوج يكونوا كبار. كندوبوا شويه ديال الشوكولات مع واحد الساشي ديال الكاكاو، واحد كاس الحليب ولا كاس الماء اللي بغيتي. انا هنا درت كاس الحليب، درتهم فوق النار حتى داب داك الشوكولات مزيان، وغادي نخليه يدفى شويه بين ما نوجد لي بسكوي ديالي. هاد الكاطو ساهل في التحضير وكيوجد دغيا، كيجي بنين، ممكن تدخلي معاه الكركاع، اللوز، المهم الفواكه الجافه اللي بغيتي باش كيجي شويه يكون صحي. صافي كنقسموا لي بسكوي بحال هكذا دغيا توجديها في 10 دقائق تسالي دغيا وتحطيه مع شي كويس القهوه ولا اتاي. المهم غنحاولوا نقسموا داك لي بسكوي يكونوا طريفات صغار. كنخوي عليه داك الشوكولات بعد ما دفى شويه، وغادي نخلطو مزيان حتى كتحسي بلي بسكوي تلبس لك داك الشوكولا كامل. تحاولي عليه ما تهرسيش. هنايا البسكوي خصو يبقى هكا الطراف باينين، تهرسيش بزاف. صافي كتاخدي واحد ورق الزبده ولا بلاستيكه ولا اللي كان ماشي مشكل. كنحاولوا نعطيو الشكل هكا يكون طويل، هكا يجي البودان طويل. صافي من بعد كتجمعيه بداك الكاغيط ورق الزبده وكتدخليه للثلاجه. تقريبا يبقى في الثلاجه واحد 5 سوايع حتى 6 سوايع. المهم ما تكوني ما تزربيش عليه، خليه تيجمد مزيان عاد تجبديه. ممكن تخليه الليل كامل ولا ديريه في الصباح وتحطيه حتى العشيه. من بعد كنخرجو في الثلاجه، كنحيد له هذيك الورق وكندردر عليه اللوز مهرمش. كديري بيستاج، انا درت اللوز مهرمش كيجي زوين هذا الكاطو هذا، وساهل دغيا كتوجديه وكتغيري شويه. صافي من بعد غادي ناخذ شي هكا موس يكون ماضي شويه، لان ملي كيجمد كيجي شويه قاصح. انا غادي نقطعو هكا بالهاشوار يكون ماضي بحال هكذا. تحاولي عليه بشويه باش ما يتكسرش ليك، وراه كيخرج الكميه كثيره تبارك الله. كيخرج تقريبا حتى 12 قطعه وكثر، الا درتيهم رقاق راه يخرج لك كثر. صافي هنا غادي ناخذ معاه واحد كاس القهوه، صوبت واحد الكاس ديال نيسكافي وغادي ناخذو معاه. المهم راه كيجي لذيذ الكاطو. الا عجبكم الفيديو ما تنساونيش في اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس ويوصلكم كل جديد، والصحه والراحه.